بس لقطه البلانتي بتاع تريزيجيه هتبقى النقطه المفصليه في البطوله دي. اللي انا بالنسبه لي الاهلي من بعد نقطه ضربه الجزاء الاهلي ما رجعش. حتى من بعد المباراه توابع زيزو لعب وحش، زيزو لعب حلو، وبرضه هتلاقي زيزو لو ما كانش مركز قوي في الماتش فهي كلها ترجع للقطه بتاعت ضربه الجزاء. تريزيجيه والعقوبات، اتكلمنا في حوار عقوبات تريزيجيه ياما، وحاسس ان احنا استهلكنا خارج الملعب اكتر بكتير من جوه الملعب. كان في حاجات تاني لازم نشيد بيها، كان في لعيبه تاني لازم نتكلم عليها. حتى حسين الشحات الناس كلها اختزلت الموقف كله في حسين الشحات. هو حسين الشحات غلط، بس انا يعني ما كنتش مستني منه حاجه احسن من كده. لكن الفكره عامه بتاعت هلكنا ياما، اتكلمنا ياما. التركيز يا جماعه ماتش بالميرس مش ماتش سهل. انت يا جماعه في ايفنت عالمي، انت بتلعب في مرحله انت مش هتجيلها ياما، بتلعب في مستوى احترافي انت مش هتجيله ياما. وفي لعيبه ياما لو عايزه تجيلك هي بتجيلك عشان اللقطات دي، لان احنا عارفين مفيش حد في مصر وفي افريقيا بالذات بيطلع المحافل دي بالتكرار بتاع الاهلي وبيأدي زي الاهلي. فانا وجهه نظري انا قلقت من ماتش بالميراس اكتر مش من بالميراس. انا قلقان مننا احنا. الوضع بتاع الاهلي مش عاجبني. لك كلام ياما، اصل ريفيرو مدرب كويس، اصل ريفيرو لا انا من وجهه نظري مدرب وحش. كلام كله سابق الاوان. انت مش هتحكم على ريفيرو في مباراه قدام ميسي وبالميراس رابع الدوري البرازيلي ومن احسن الفرق ومن اخطر الفرق هو فلامينجو اللي كان بيشارك في الفتره الاخيره وبورتو من البرتغال. مش هتحكم على ريفيرو في 3 مباريات زي دول، اول 3 مباريات مع الاهلي لا قبلها ماتش ودي. لا انا ما احكمش بالطريقه دي. حكم على المدرب لا، موسم يا جماعه، واحنا بتوع كوره حلوه وبطولات. فانا رايي لازم الصبر ونتأنى على الراجل وخلاص بقى نقفل بقى خلاص صفحه وعدت بقى. ماتش انتر ميامي وبكره باذن الله لينا كلام تاني في مباراه بالميراس، حلقه ما قبل المباراه. شكرا جدا.